تخيل تبقى خارج مع أصحابك وطبعًا أنت شخص كاريزما، بس لقيت إن هُم ساكتين، فجه في دماغك نكتة، بس للأسف يعني النكتة دي صعبة الصراحة، فقُلت أدّيها واحدة no risk no fun وأقول النكتة، بس للأسف ما حدش ضحك عليها، ولقيت نفسك بعد ما روّحت البيت دخلت الأوضة ورُحت ماسك كُرباج ومستعد لجلسة كاملة من جلد الذات، وخلاص قربت تخلّص الجلسة تلاقي عقلك بيقول لك في إيه يا عم أنت نسيت من أسبوع لمّا صاحبك قال لك خلّي بالك وأنت ما خلّيتش بالك، بقى ده كلام يعني؟ وتقعد تجلد ذاتك طول اليوم. بكل بساطة جلد الذات هو عبارة عن مواقف بتحصل في حياتك وأنت ردّيت رَد غلط أو بتندم على حاجة حصلت في الموقف ده. ليها أمثلة كتير جدًا، زي مثلًا إنك تكون ردّيت رَد غلط، مثلًا ردّيت رَد بايخ أو حد قال لك حاجة وأنت ردّيت عليها بتوتر، بعدها تروح البيت تفتكر الرَد وتعيده في دماغك ييجي 37 مرّة مثلًا. موقف كمان لمّا مثلًا تكون أجبت إجابة غلط في الدرس أو الجامعة، مرّة مدرس سألك سؤال وأنت ردّيت بثقة وبس في الآخر يعني طلعت الإجابة غلط، ومن ساعتها وأنت مصمم إنك ممنوع تتكلم تاني، رغم إن المدرسة كلها نسيت الموقف بس أنت لسه فاكرها لحد اللحظة. ساعات بتبقى مواقف بسيطة، مثلًا حد قال لك شكرًا وأنت ردّيت عليه وأنت طيب، رَد غريب الصراحة بس تفضل 3 أيام تفكّر إزاي أنا قُلت له كده. دماغك لمّا بيحصل أي موقف من دول تلاقيها مرّة واحدة بتقول لك تم تسجيل خطأ اجتماعي، جَر تفعيل وضع جلد الذات.